من بعد التحديث الجديد وفي تغيرات كبيرة في اللعبة. فلو انت حاسس نفسك مش فاهم الدنيا والدنيا متوهة معاك، تعالى يا صاحبي معايا في الفيديو ده هفهمك الدنيا من الصفر، يعني هتفهم من الألف للياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية كده انت لازم تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس، عشان النهاردة جاي اشرح لك لعبة اف سي موبايل 24 من الصفر. يعني لو انت ميح خالص في اللعبة هتفهم معايا اللعبة يا صاحبي. هنخش بقى على اول حدث كده في اول قسم، اللي هو قسم هدايا خاصة. هنا يا صاحبي ده عبارة عن باكات انت بتاخدها، وهي دلوقتي اتفتحت كلها، فانت هتاخد جميع الباكات. يعني عبارة من لعيب من 70 لحد 93. طبعا الحظ فيها مستحيل يجيلك، بس انت حظك. جرب يا صاحبي، باكات مجانية تاخدها. نخش بقى على ركلة البداية يا صاحبي. ده عبارة عن ماتشات بتلعبها، هي أشواط مش ماتشات. يعني بيديك الشوط التاني في ماتش بيديك من دقيقة 60، هتاخد منها نقط، والنقط دي هقول لك هتعمل بها يا صاحبي دلوقتي. كمل معايا الفيديو. فيا صاحبي المهم الماتشات دي بتلعبها لما تلعب الأربع ماتشات دول بتاخد لاعب من 70 ل 94. طبعا يا جدعان يعني اللعبة دي هتنفعك جدا في بداية اللعبة. طبعا دي اللعبة اللي معانا، يعني ممكن يجي لك اي حد من اللعبة اللي قدامك دي. لما تلعب الاربع ماتشات دول هتاخد الباك ده يتفتح لك. نخش بقى على القسم اللي بعده يا صاحبي. ده عبارة عن ماتشين انت بتلعبهم. في ماتش بيديك 4 نقط اللي هو من تحت، والماتش اللي فوق بيديك نقطتين. فانت عشان تكمل المهمة وتاخد الجزء دويتي فانت محتاج 10 نقط. 10 نقط، ال10 نقط دول اجيبهم ازاي؟ الماتش اللي تحت ب4 واللي فوق ب2، هلعب 2 تحت وواحد فوق. هتجمع ال10 نقط وهتاخد اول هدية. طبعا اللي بعدها بعد 7 ايام، واللي بعدها بعد 14 يوم. يعني معنى كده ان كل اسبوع بيتفتح معاك 2. طبعا يا صاحبي عشان تاخد الباكج من 85 لحد 93. طبعا ده يا جدعان القطعة اللي معانا، يعني كل اسبوع بتتفتح معاك جزء. وفي النهاية بعد ما تلعب الاربع اجزاء هتاخد لاعب من 85 ل 93 من اللعبة اللي قدامك دي. يعني حاجة جامدة جدا يا جدعان، هتكون بداية اسطورية. طبعا شايفين اللعبة قدامنا يا جدعان، يعني حاجة كويسة قوي. خش بقى على القسم اللي بعده يا باشا، ودي النقط اللي قلت لك هتجيبها من هنا. اهم من الماتشات دي يا صاحبي هتصرفها عند كيزة. دي النقط دي هتصرفها هنا يا صاحبي. هنا عشان تاخد كيزة بيقول لك لازم تمشي في المسارات المستوى ب 150 نقطة. عشان تفتح واحدة ب 150 نقطة، فانت لازم تلعب الماتشات بتاعتك. وفي مكان تاني هتجيب منه النقط دي هيجي معانا برضه في الفيديو، هيقوله لك في الفيديو. هنا بيقول لك عشان تاخد كيزة لازم تفتح مصارين. يعني انا عايز كيزة اعمل ايه؟ اخدت مصارين. هل هقدر؟ هتقدر. ازاي؟ لما تلعب مهماتك اليومية والمكان التاني اللي هقول لك عليه اللي هتجيب منه النقط. هنا باكج من 92، وهنا باكج اعلى حاجه 93. طبعا من 80 ل 92، ومن 80 ل 94. طبعا كل واحده 150 نقطه 150 نقطه 150 نقطه. طبعا يا جدعان يعني حاجه كويسه جدا كيزه. لما نيجي كده نبص على طاقاته هلاقيه 5 4 4 ونص قدرة تحمل، حركات مهارة 4. طبعا يعني لعيب جامد جدا يا جدعان في مركز الار دبليو. يعني هتقدر تجيبه بكل سهولة لو لعبت مهماتك وتابعت معايا الفيديو عشان تعرف المكان التاني اللي انت هتقدر تجيب منه النقط دي. لو دخلنا على القسم اللي بعده هتلاقي عندك ده عبارة عن مسار الاعلانات دي يا جدعان. كل يوم ليك ثلاث اعلانات هتفتحها يا صاحبي وتجمع النقط، والنقط دي بتقدر تجيبها كمان من مكان تاني هقول لك عليه برضه في الفيديو، فانت كمل معايا الفيديو للنهاية. بس يا جدعان يعني ده كان باختصار يعني هو ده الحدث. هنا ماتشات بتلعبها وتجمع نقط، والنقط دي هتصرفها عند كيزة. لما تخلص الاربع ماتشات دول بتاخد الباكه دي. هنا طبعا يا صاحبي دي كل اسبوع بيتفتح لك ماتشين، تحت 4 فوق 2. هتلعب 2 تحت واحد فوق عشان تجمع ال10، عشان تجمع ال10 نقط يا صاحبي. ده عبارة عن كل اسبوع بيتفتح لك ماتشين، خلصتهم كلهم هتاخد باكه من 85 ل 93. هنا يا صاحبي النقط اللي في الماتشات اللي قلت لك عليها دي هتفتح بيها في المسارات. هنا يا صاحبي قفلت مصاريا، مبروك عليك كيزة، لاعب اسطوري مع البداية. طبعا يا جدعان يعني
الحدث ده كويس جدا، بس عايز اللي يستهم وعايز يلعب المهمات اليوميه ما تعديش اي حاجه، وعايز ذكاء. هنا النقط دي انا هقول لك، هو هنا بيقول لك يمكن الربح من الفصول والمهام والمتجر، يعني ممكن تبقى بالمتجر كمان بتغيرها بنقط التصريح اكيد يعني. بس يا جدعان يعني هنخش في المهمات. طبعا هي النقط يا جدعان، النقط اللي هي الاف سي الخضرا دي يا جدعان، مش اللي فيها ابيض، النقط الخضرا دي بتقدر تجيبها من المهمات. يعني هنا 50 في 50، وهنا 100 100 في المكافآت ديت اللي على لك الشمال. والمهمات دي يا جدعان يعني بيقول لك اكمل كل مهام اف سي، تسجل 100 هدف، 5 ماتشات في نمط التحدي. يعني مهمات سهله جدا، بس انت لازم تعملها، لازم تعملها يا صاحبي عشان تجيب النقط وتختلف عن اي حد. اللي هيستهم يعمل مهمات اليوميه من البدايه هو اللي هيفرق في النهايه. طبعا يا جدعان يعني ده حاجه حدث التشامبيونز ليج اللي ممكن ناس كتيره جدا يا جدعان تعمله. بلاش تعمل الحدث ده. الحدث ده طبعا انا لعبه كله يا جدعان، هنا بيقول لك 750 جوهره، وطبعا هفتحهم بالجواهر. فانت يا صاحب الحدث ده هستفاد منه ايه؟ الحدث ده يا صاحبي بتاخد منه نقط، هقول لك دلوقتي تعمل بيها ايه. انت كمل معايا الفيديو ده يا صاحبي وهتفهم معايا كل حاجه. انا النهارده بشرح لك كل حاجه من الصفر. لما نيجي نخش كده على المتجر يا صاحبي هنجيب الاحداث الحيه، هتلاقي عندك هي دي يا صاحب النقط. لعبت الشامبيونز ليج، خلصت وقفلت النهائي فزت، النقط يا صاحبي هتفتح بقى باكات من هنا. اظن مفيش حاجه اجمل من كده. يعني ال 100 نقطه هتفتح بيها باك. الباك ده انت وحظك، عندك الظاهره زيدان، شمايكل، مالديني، دي بروين، الواد امبابي، يعني كل النجوم هنا يا جدعان. من ايه هجيب اللعبه دي ازاي؟ من نمط الشامبيونز ليج. اختار فريقك اللي بتحبه واستمتع يا صاحبي، والعب مهماتك ما تسيبش اي حاجه. هنا ده نمط التحدي يا صاحبي. اول حاجه ده نمط جديد، يعني هو بيقول لك نمط البطوله ده شعار يا صاحبي، يعني اللي هو بيقول لك بطل سبتمبر ده شعار، وبتاخد معاه جواهر كمان. يعني هنا بيقول لك عشان تلعب النمط ده لازم يكون فريقك من اوفر 80 لاوفر 100. اظن كلنا معديين الاوفر 80 طبعا وهنقدر نلعبه. لما نخش بقى على النمط اللي بعده، هنا بتخش ب50,000 كوينز، هتاخد 150، يعني دخلت ب50 هتاخد 150. هتاخد 200 نقطة من نقط الاف سي الخضراء، وهتاخد 100 نقطة من نقط الاف سي البيضاء. هنا عشان تلعب ما تقلش عن اوفر 85، واظن ان عاليتنا هنعدي الاوفر 85. لما نخش على نمط تحدي بي في بي، ده عبارة عن ماتشات هيد تو هيد كلنا نقدر نلعبها. هنخش على نمط التحدي بتاع الليجا. هنا طبعا عايز منك لعيبه من الدوري الاسباني. طبعا يا جدعان يعني لو مهتم عشان عايز جواهر تفتح باكات، العب النمط ده يا صاحبي، مش هتخسر حاجه، انت اللي هتستفاد وانت اللي هتفرق عن اي حد من انت استهميت ولعبت اللعبه دي. كل الاحداث اللي كانت معانا يا جدعان يعني دي الخلاصه. هنخش كده على الفريق يا صاحبي. عندك 3 خانات على ايدك اليمين. اول حاجه من فوق اللاعبون المقايضه غرفه الملابس. لو دخلنا على اللاعبون طبعا يا صاحبي ده هنا بيظهر لك اللعيبه اللي في الفريق بتاعك، يعني دي لعيبتي طبعا اللي معايا في الفريق يا جدعان. لما نطلع كده ونخش على المقايضه، هنا يا صاحبي ده عباره عن مقايضات. عندك اول مقايضه مقايضه لاعب من 75 ل 89. طب عايز ايه؟ عايز يا صاحبي 3 لعيبه من 70 ل 74. اظن ان كلنا معانا اللعيبه دي وهنقدر نعملها. لما نخش طبعا على اللعيبه يعني هنلاقي لعيبه ممتازه. هي النجوم يا جدعان كلها موجوده، تقدر تعملها مرتين في الاسبوع. هنخش بقى على الحاجه الاهم، النقط دي يا جدعان مهمه جدا. لازم تجيب لعيبه الترحيب باجمالي 75 ل 94، يعني لاعب من 75 ل 94. عايز كام؟ عايز واحد بس، تقدر تعملها 4 مرات في الاسبوع. يعني انت عايز 4 لعيبه، اللاعب ب 100 نقطه. هنخش بقى على اللي بعديها يا صاحبي، 50 نقطة ترحيب بلاعب 75 ل 94. طبعا لما نخش كده على السوق عايزين نعرف مين ايه لاعب الترحيب ده يا جدعان. يعني انا ما اعرفش، هنخش نكتشف معاكم اهو. هنخش طبعا على الجودة، لا مفيش جودة، ايه مفيش جودة. طبعا لما نخش يا جدعان يعني شوف كده ايه لاعب الترحيب ده، يعني انا ما اعرفش والله يا جدعان، فانا بشوف معاكم. يعني احنا يا جدعان اخوات مع بعض. ويا جدعان بص، اي حاجه يا جدعان عايز تعرفها اكتبها لي في الكومنتات يا صاحبي، ومش هتاخر عليك. بس انت ادعمني باللايك الجميل بتاعك، واشترك في القناه وفعل الجرس. لما نخش كده على الواد ريبيتش يا جدعان، عايزين لاعب يكون هو ده يا جدعان لاعب ترحيب، لاعب يكون مكتوب عليه لاعب ترحيب. هنا بيقول لك لاعب اهلا بك في اف سي، يعني هو ده يا جدعان. اظن هي دي اللعيبه
هي دي اللعيبه اللي بتتحط. طبعا نخش ليستي ونتاكد تاني، هنكتب لعيب من 70 ل75. طبعا اللي عملناه ده طبعا انا ده غلط طبعا. اكتب يا عم 75 ل70. هنخش كده على صاحب اللعيب اللي هو البرواز بتاعه من بره اخضر، هو ده صاحب اللعيب من 75 ل 94. هتلاقي اللعيبه عليها طلبات طبعا. هي دي اللعيبه اللي بتتحط في المقايضه يا جدعان. يعني حاول بص يا جدعان، هتطلب اللعيبه هيجيلك. يعني اطلب الاربع لعيبه ان شاء الله يجولك، هتسيبهم يوم يومين ثلاثه هيجولك، ما تخافش. بس يا جدعان يعني اظن ان كده فهمتكم كل حاجه. هنخش برضه على هنا على غرفه الملابس اللي هي اخر حاجه. الشاره دي يا جدعان هتقدر تغير منها اشاره الفريق، يعني ارسنال الفرق دي اللي هي شعار المستخدم. دي الاشعارات اللي معاك، طبعا دي الاشعارات اللي معايا. هتقدر لو مش عايز تلعب بالشاره تلعب بالاشعارات. طبعا ده من هنا تقدر تغير الكوره يا صاحبي. لو دخلنا على الحركات التعبيريه، دي المشانات اللي تقدر تبعتها لصاحبك في الماتشات او للخصم بتاعك في الماتشات. الحركات التعبيريه يا صاحبي، طبعا حركات وحاجات جديده ضافوها. لو دخلنا على الطقم يا صاحبي، من هنا تقدر تغير الملابس. الطقم مش عاجبك تلعب بغيره، من هنا تقدر تغير الرقم من خلال ان انت تدوس على الرقم 7 اللي من تحت. تكتب اي رقم انت عايز تغيره، هتظهر لك كلمه تغيير، هتدوس تغيير. لو دخلنا يا صاحبي على الطقم، هنا تقدر تخليه بنص بكم، يعني اللي انت عايزه يا صاحبي، وكل حاجه موجوده. يعني المظهر ده طبعا يا جدعان اللي انت تخلي الطقم بنص او بكم. وبكده يبقى خلصنا الجزئيه دي يا جدعان. يلا بينا نخش على الجزئيه اللي بعديها. طبعا يا جدعان يعني هنخش على تصريح النجم. طبعا التصريح ده يا جدعان اي حد لعب الحدث اللي فات هياخد التصريح ده مجاني. فانت العب ماتشاتك، العب مهماتك، وقفل التصريح، واستمتع يا صاحبي باللعبه مع البدايات. هتاخد فينيسيوس مجاني، حاجه جامده جدا. فلما نخش كده على احداث الحياه يا صاحبي، هنلاقي هنا طبعا الديفيجن، يعني مش محتاج شرح. هجوم تنافسي، هيد تو هيد، نمط مدير فني. هتلاقي عندك اللعب مع الاصدقاء، وتحت المكافآت دي النقط اللي بتاخدها من الهيد تو هيد. لو دخلنا يا صاحبي هنا على نمط المدير الفني، طبعا كلنا عارفينه. هنخش على احداث الحيه، هو مفيش احداث. اهلا بك في اف سي. نمط تحدي، ركله البدايه. ركله البدايه دي يا جدعان اللي هي بتجيلك مع البدايه في بدايه اللعبه. طبعا هنا لما نخش على البطولات، هو مفيش غير التشامبيونز ليج، هي البطولات اللي موجوده. لو دخلنا كده على المتجر يا صاحبي، دي باكات بتفتحها بالاف سي بوينت. في باكه من تحت بالجواهر، دي نقط التصريح اللي بتاخدها يا صاحبي من تصريح النجم، تقدر تبدلها بالنقط البيضه دي. وهنا العروض المحدوده دي عروض شحن المؤسسين دي يا جدعان. النقط بتاعت التعويض الاوفر، نقط تعويض الاوفر بتاع الموسم اللي فات. هتفتح بقى باكات، بس انا ما انصحكش ان انت تفتح باكات في البدايه. اشتري المهارات وبعد كده افتح باكات. بعد كده يا صاحبي هنا الباكه، طبعا اللعيبه اللي موجودين فيها. طبعا يا جدعان يعني دي باكات بتتفتح هنا يا صاحبي، الباكات بتاعت الشامبيونز ليج. العب الشامبيونز ليج، مهم يعني. اتمنى انكم تلعبوه لانه مهم جدا. لو دخلنا كده على العناصر يا صاحبي، هتلاقي اول حاجه 250 جوهره بتدينا 25,000 كوينز بلاش لازمه. طبعا يا جدعان حركات المهاره هنا ب1000 جوهره. عشان كده قلت لك ان انت نقط المؤسسين دي في البدايه لازم تشتري المهارات اللي انت محتاجها، بعد كده افتح باكات. لان هنا ب1000 جوهره، هنا يا صاحبي ب50 نقطه مؤسس. اظن سهله جدا نقط المؤسسين يا جدعان. هنا نقط الديفيجن هتقدر تجيب بقى كوينز وجواهر. يعني هنا طبعا الشحن والجواهر اللي تحت. فانا كده يا صاحبي شرحت لك كل حاجه في المتجر. يعني دي الجواهر فوقها الشحن. يعني انا كده يا صاحبي شرحت لك كل حاجه انت كده عرفتها. اتمنى ان انت تكون استفدت معايا في الفيديو. اشترك في القناه وفعل الجرس ودوس لايك، واستنى مننا كل جديد. عايز تفهم اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات. وسلام يا اخوي.